ازيكم عاملين ايه؟ انا ساره دفعه 2023 من كليه طب بشري. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده عن اهم التريكات في الاحياء، وازاي تراجع الاحياء، وامتى تبدا تحل الكتب والشوامل. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل النصايح اللي هقولها الفتره الجايه، وان شاء الله هتفيدكم. بس قبل ما نبدا حابه ان انا ادردش معاكم في كلمتين كده. خلاص يا ابطال هانت بتكتبوا في اخر سطور في الحكايه. صدقوني كل الوقت ده هيمر، وكل التعب ده هيتنسى. وكل الانكسارات والهزيمة اللي انت تعرضت لها على مدار السنة كلها هتبقى مجرد ماضي. مش هتفتكر بس غير حلمك اللي اتحقق، ومش هتحكي بس غير عنه وعن جبر ربنا ليك يوم النتيجة. مش لازم تبقى عظيم من البداية، لكن لازم تبدأ علشان تبقى عظيم. ادعوا كتير جدا الفترة دي. مجرد اصلا ان انت بتدعي وتحكي مع ربنا ده لوحده هيديك الراحة والإيجابية اللي تخليك قادر ان انت تكمل. كنت دايما بدعي ربنا باليسر والتيسير والمسرة. ملخص اللي عايزة اقوله لكم ان انتم متبصوش وراكم، ما تقلقوش، امشوا ورا حلمكم وان شاء الله هتحققوه. ربنا يجبر بخاطركم جميعا. طيب ازاي هراجع الاحياء؟ وهل هتفرق لو انا لسه هبدأ مذاكرة ولا لو بادئ من اول السنة؟ اكيد طبعا هتفرق. لو انت مذاكر من اول السنة وخلاص عايز تبدأ تراجع، هتبدأ ان انت تراجع بداية بالترتيب كده من حيث الأهمية. يعني أهم فصل مثلا هو التكاثر، فأنت هتبدأ من عنده. طيب لو أنت أصلا لسه مبدأتش وعايز إن أنت تبدأ تذاكر، هتبدأ تذاكر من أول، لكن هتركز جدا على الفصول اللي ليها أهمية كبيرة في الامتحان. طيب إيه هي الفصول اللي ليها أهمية كبيرة في الامتحان؟ أول فصل عندي التكاثر. الفصل ده من الفصول المهمة جدا واللي بيجي عليها أسئلة كتير قوي في الامتحان، خاصة في جزء تعاقب الأجيال في النبات، وأي حاجة ليها علاقة بالفيميل في الإنسان. تاني أهم فصل في الأحياء وهو ال DNA وال RNA. الفصل ده مهم جدا بس من حيث الأفكار ومن حيث التدريب على الأسئلة. اتدربوا على الأسئلة بتاعته كتير جدا، وذاكروا وراجعوا فيه كتير جدا، وحاولوا ان انتوا يعني كل ما بتراجعوا فصل تاخدوه معاكم تقروا منه جزء بسيط. يعني انا مثلا النهارده راجعت الفصل الثالث، انا عايزه اراجع صفحتين 3 من الدي ان ايه والار ان ايه واحل لي عليهم كام مساله. تمام كده. تالت فصل هو المناعه، وعارفه ان كتير جدا منكم بيتلخبط في المناعه من حيث الاحداث والترتيب بتاعتها، وامتى ده بيحصل وطب ده بيحصل بعد ايه وهكذا. طيب ايه حل المشكله دي؟ حل المشكله دي ان انت تسمع او ان انت تذاكر المناعه كحكايه، تعرف احداثها كويس جدا. دكتور احمد الجوهري كان شارحها بطريقه حلوه قوي على هيئه مسرحيه، مترتب الاحداث بتاعها كويس جدا جدا. بجد هيفيدكم قوي. هحط لكم الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وكمان التكاثر برضو كان شرحه بطريقه ممتعه جدا. حقيقي شرح الدكتور حلو قوي، وحاولوا ان انتوا تستفادوا من كل كلمه بيقولها وكل بوينتس بيقول انها مهمه. رابع فصل مهم عندي وهو الدعامه. الدعامه من الفصول المهمه جدا جدا، وان انتوا بتتلخبطوا كتير فيها من حيث اسماء العظام واماكنها المظبوطه بتاعتها، وكمان المفاصل وكل مفصل فيه كام عظمة وايه اساميهم. كل ده انتوا بتتلخبطوا فيه، حاولوا انتوا تركزوا فيه قوي لان بيجي عليه تريكات كتير في الامتحان. طبعا مش هوصيكم بجزء النبات في اي فصل. جزء النبات في اي فصل من الفصول او من الاجزاء اللي فعلا اللي بيحط الامتحان بيركز قوي ان هو يجيب اسئلة التفكير العليا منه. فحاولوا ان انتوا تهتموا بيه كويس جدا 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 لانه مهم فعلا. آخر فصل وهو من الفصول المهمة جدا وكمان السهلة واللي تقدر تضمنها في الامتحان، هو فصل الهرمونات. فصل الهرمونات انت لو ذاكرت كل هرمون وذاكرته وظيفته كويس قوي، فعلا هتضمن الجزء بتاعه في الامتحان. لان هو بيبقى واضح والاسئلة بتيجي عليه مباشرة واضحة جدا. تمام. طيب في نصيحتين حابة ان انا انصحكم بيها. وانت بتراجع هتلاقي ان انت كنت عامل في بداية السنة هايلايت كده او كاتب بعض البوينت المهمة اللي الدكاترة او المدرسين كانوا بيقولوها ان انت تركز عليها. حقيقي البوينت دي مهمة جدا وبتفيدك جدا في حل الامتحان، خاصة لو انت بتراجع رجعت عليها وحاولت ان انت تربطها مع الحدث بتاعها. يعني انت مثلا كنت كاتب بوينت في نقطة معينة، البوينت دي انا كنت كاتبها ليه والدكتور قال لي ركز فيها بالظبط على ايه. طيب تاني نصيحة هي ان انت تحاول تربط الفصول ببعضها، لان في الامتحان فصول كتير بتيجي داخلة في الاسئلة في بعض. يعني مثلا ممكن يجيب لك التكاثر مع الهرمونات، ممكن يجيب لك التكاثر مع الدي ان اي والار ان اي. فلازم ان انت تكون عارف ان انت تربط الفصول كويس قوي، عارف ان انت او حالل كتير عليهم، وتكون مركز بالظبط هو عايز ايه في السؤال. طبعا بعد ما تراجع كل فصل محتاج ان انت تحل عليه. طب هتحل عليه منين؟ طبعا من كتب المراجعة. طيب ايه كتب المراجعة اللي انت هتحلها؟ عندك 3 كتب.
اول كتاب هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان هو كتاب تدريجي مستواه متوسط، بيبقى عايز ان انت تكون لسه مذاكر وعايز تطبق بس، يعني ما بيبقاش فيه اي افكار، او قليل قوي لما تلاقي فيه افكار ممكن ان هي تيجي في الامتحان. تمام. بس هو كتاب كويس جدا، هيثبت لك كل المعلومه انت ذاكرتها، وهتعرف ان انت تحل فيه في البدايه. تمام. طيب تاني كتاب هو كتاب تفوق. كتاب التفوق فعلا من اروع الكتب اللي انت ممكن تحلها. مستوى الاسئله فيه فعلا حلو جدا، هتستفاد منه قوي، واسئلته كمان من اسئله الامتحان. طب انت خلصت الاتنين دول، الامتحان والتفوق، وحابب ان انت تزود اسئله اكتر، في كتاب النفيس. هو كتاب النفيس كان حلو جدا برضو. في بدايته بتبقى مراجعة سريعة كده على الفصل، بتبقى كده. حاولوا ان انتوا تستفادوا منها كويس قوي، لان في فعلا حاجات ممكن تكون تايهة عن بالك وانت بتراجع. كتاب النفيس هيحللك الموضوع ده، بس ده لو انت عايز تزود وحليت الاتنين دول، يعني انت حليت الاتنين دول وعايز تزود، مش ان انت تحل ده وتسيب دول، لا. طيب في نصيحة حابة اقولها لكم وانتوا بتحلوا. طيب وانت بتحل هتحس ان في اسئله كده انت متلخبط فيها شويه، او في اسئله حاسس ان انت ممكن تغلط فيها. هتعمل على الاسئله دي هايلايت كده بالشكل ده. الهايلايت ده انت مش هتسيبه كده او مش هتعمله وتسيبه، لا، هتبدا ان انت تبحث عن كل سؤال عملت عليه هايلايت او حاسس ان انت شاكك في فكرته. هتبحث عنه فين؟ لو مثلا كتاب التفوق، هتلاقي في قناه تفوق في الثانويه العامه، دي اصلا تبع كتاب التفوق. اساتذه بيشرحوها كويس جدا، بيشرحوا كل الاسئله اللي فيها بطريقه مبسطه قوي، فعلا هتفيدكم. لو كتاب الامتحان هتكتب الفصل اللي انت عايز تحل عليه، ويطلع لك كتير جدا بيحلوا كتاب الامتحان. هحط لكم برضو اسماء القنوات اللي انا كنت بسمعها في الديسكريبشن بوكس، او هيطلع لك هنا في الاي. تمام. طيب وبس كده، ده كان فيديو الاحياء، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فاتكم. بس قبل ما ننهي الفيديو حابه ان انا اقول لكم حاجه. ابطال ثالثه ثانوي، لنا لقاء مع امانينا بحول الله ومشيئته، فاللهم اختم هذه السنه بما يفرح قلوبكم. وبس كده، ده كان الفيديو، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.